نور، علاش نخاف والمغرب معانا؟ ومبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I'm happy that you invite me. سعيد لأنكم معي هنا اليوم. الجو رائع للغاية ولأنه يوم عظيم بالنسبة للمغرب. لقد وصلنا إلى نصف النهائي. بالطبع من ماذا سنخاف بما أن الله معنا ونحن نحظى بدعم كل العرب والمسلمين حول العالم. كلهم يصلون لنا لن نخاف من أحد، لا نخاف من أحد، وإن شاء الله نحن جاهزون بالنسبة لفرنسا. الحمد لله. حكيم من شوي يقول دائما امبابي يزور أشرف حكيمي في الفندق، الآن هل سيزوره ولا لا؟ لا أعلم. إنهما صديقان عظيمان وهذه نصف النهائي. لا أعتقد بأنه سنواجه وتعلمون. لكن نرجع لمسيرة المنتخب المغربي في البطولة. نبدأ من اليوم كانوا كالرجال، كانوا كالأسود، كانوا مقاتلين بكل معنى الكلمة حقيقة. قبل كل شيء علينا أن نقول شكرا لوليد الركراكي، وهو مدرب شاب لكنه يتمتع بخبرة عظيمة، وهو مدير جيد للفريق ومع الصبر اللازم، وهو يشبه غوارديولا كما نقول عنه. لقد أبدع بكل خطة وضعها في المباراة، وأن نوقف هجمات الفرق الأخرى، وأن نعمل على إيجاد الفرص. حتى اليوم حظينا بالعديد من الفرص. فزنا 1-0 وقد كان هدفا رائعا من نصيري. لا أعلم مدى الارتفاع الذي قفز إليه، وكأنه قفز على الترامبولين. وأعتقد بأن الناس حول العالم وخاصة الشعب المغربي والشعب الإسلامي والشعب الأفريقي وكل من يوجد يحب المغرب. والآن هي 90 دقيقة فقط ضد فرنسا، ونحن قريبون من تحقيق المراد، وإن شاء الله سنتمكن أن نأخذ الكأس وأن نفوز. وأعيدكم بأننا سنفوز. كلنا معك، كلنا في هذيك اللحظة معك هنا. قد ننتقم هنا إلى الكورنيش احتفالا. لكن يعني نور، احنا اجتهدنا عشان نعرف الجامب اللي أو القفزة اللي عملها لاعب النصيري، وتقريبا وصلنا إلى 2.65 تقريبا مترين. ما شاء الله. أعلى من القائمة. التوقيت كان رائعا، والمدافع لم يكن مدافعا سهلا، وقد كان هذه هي جودة اللاعب، وهذا أمر نفتقده كثيرا في هذه البطولة. فلقد كان لاعبا، وهو لاعب مهم في المنتخب المغربي، وأحرز العديد من الأهداف. نحن فخورون به. وعندما كان في المنتخب قبل 5 إلى 6 سنوات أبهرنا بأدائه. نحن منبهرون بكل اللاعبين والطاقم التدريبي، وقد كان أمرا رائعا أن نكون مغربيا، والجميع يحب هذا العالم. كلنا اليوم حقيقة. بس عموما نور، يعني البعض يفكر أن المنتخب المغربي مر مرور الكرام بالحظ. المنتخب المغرب يعني كان له موعدة أو ضرب موعدا مع التاريخ من الدور المجموعات إلى اليوم. الحظ يمهلك مباراة واحدة، مباراة ونصف، لكنك محظوظ على 5 مباريات. نحن نستحق ذلك، قلت ذلك من قبل. إن الدفاع المغربي هو فن بالنسبة لنا من الصعب. على سبيل المثال لا أعلم الإحصائيات بخصوص اللاعبين، لكن لا أعلم بأن أخي ضد إسبانيا ركض 51 كيلومتر ضد إسبانيا، وبالنسبة للاعبين الآخرين ركضوا نفس المسافة تقريبا أو أكثر. والأمر ليس حظا، ليس مجرد حظ. لا يمكنك أن تكون محظوظا ل5 مباريات، ومن يقول هو حظ فهم غيرون منا. هذا هو رأيي. أنا عجبني أسامة بن عبد الله ليلة مقابلة إسبانيا والمغرب، قال إحنا أفضل من إسبانيا وإحنا راح نفوز على إسبانيا، بل نحن بند لهم. وتكلم عن لاعبين المنتخب المغربي لهم نجوم محترفين عظماء في أوروبا، ولهم صولات وجولات تحديدا حتى في فرنسا في إسبانيا. طبعا ما يقوله هو صحيح.
اللاعبون الإسبان يتمتعون بجودة عالية لكنهم يفتقون لبعض الصفات التي تتحلى بها المغرب. إسبانيا لا يمكنها أن تقاتل في الشوط الثاني. كانت معظم الكرات للفريق المغربي، لكن عندما تخوض مواجهة كنا أقوى وكنا أكثر لياقة. وعندما تتحدث عن اللاعبين الذين طوروا مهاراتهم في فرنسا وإسبانيا وأوروبا بشكل عام، اليوم أود أن أقول بأن اللاعب المغربي الذي تربى وترعرع في المغرب ما شاء الله كلهم لاعبون رائعون. أشرف داري أيضا، وكل اللاعبين من المغرب والظهير الأيسر لعبوا بطريقة رائعة. على هذا للوتيرة في ضد البرتغال يمكن أن نحقق. أحد المدربين أو اللاعبين في أوروبا، لا يحضرني الآن الموضوع، ذكر أن بعض تكوين لاعبين المنتخب المغربي في أوروبا، وهذا شيء غير صحيح فيما يخص هذا الموضوع. تكوين المنتخب المغربي، تكوينهم، تأسيسهم لاعبين. هناك من قال أن تم تأسيس لاعبين المغرب في أوروبا، واحنا هنا قلنا لا، غير صحيح، لأن معظم لاعبين المنتخب المغربي الحالي هو تم تأسيسهم أو تكوينهم في المغرب. نحن مغربيون. ولدت في هولندا لكنني مغربي، لدي جواز سفر مغربي وهولندي. ترعرعت في هولندا طبعا لكني مغربي 100%. أتحدث اللهجة الريفية وأفهم اللغة العربية من الشرق الأوسط لأنني من الريفية. وأتحدث أيضا العربية المغربية. وكل اللاعبين من المغرب، لدينا العديد من اللاعبين. لا يمكنك عليك أن تختار المغرب من بين الدول الأوروبية. وإذا ما نظرت في آخر 6 أو 7 سنوات، والبنية لهذا الفريق هي رائعة. لدينا مركز تدريب في الرباط هو الأجمل في العالم، أكاديمية محمد ساد، وهناك العديد من اللاعبين الذين ينشؤون هناك. الكرة المغربية تتطور وبشكل تدريجي. انظر إلى ما وصلنا إليه اليوم، وأنا ينتابني الفضول عما سنحققه غدا أو بعد غد. وبعد ذلك المغرب أتمنى وأعتقد إن شاء الله بأننا سنتمكن كأس الأمم الأفريقية في سنة أو سنتين. فأنتم تستحقون ذلك. البطولة الحالية نور ساعدت أيضا المنتخب المغربي على هذا المستوى، والسبب وكأنك تلعب في أرضك وبين جمهورك. الجمهور المغربي فظيع ما شاء الله. بالطبع عندما تلعبوا وهذا يعطينا الدفعة والدفعة القوية لتعزيز أدائنا. نحن في طريق جيد وسنستمر على هذه الطريق، لكن الخبرة الآن لديك لاعبون الشباب هم الآن أن يلعبوا بهذا القدر العالي من المهارة. ستكون بالطبع لاعبا أفضل، وعندما تمر بهذه المستوى سنك ستنافس كل العالم. وهذا ما يقوم به حاليا. عندما ذهبت إلى الليغا الإسبانية في مالاغا ضد ريال مدريد وبرشلونة لعبت بشكل جيد وأنا لاعب جيد. عندما تلعب ضدهم وتنافس معهم وتهزمهم هذا يعطيك دفعة رائعة في ثقتك. إذن احتراف اللاعبين المغاربة في أوروبا يساعد كثيرا على أن تكسر الحاجز اللي بينك وبين المنتخبات الأوروبية، بل وحتى تتفوق عليهم. بالطبع كلما زادت صعوبة التحدي كلما زادت المهارة التي نكتسبها، لأنك إذا لعبت مع القمة تطور مهاراتك بشكل أسرع، وهذا أمر طبيعي 100%. شكرا حبيبي، خذ راحتك. سفيان تتصل في تليفون تكلمه أو تحضر له تمريناته؟ معلش كل يوم every day. كل يوم. وش الموضوع؟ تروح له في الفندق ولا في التمرين ولا بالتليفون فقط أو واتساب لجروب العائلة؟ لدينا جروب على الواتساب لنا نتحدث مع بعض، وأحيانا نتحدث بأشياء خاصة، وأزوره في الفندق والتقيه مع اللاعبين ومع المدربين. لقد كان جوا إيجابيا للغاية، وكانوا هم مرتاحين وواثقون بأنفسهم، واليوم رأيت النتائج الحمد لله رب العالمين. النجم عندنا نجم أشرف، جمعهم كلهم وكلهم جايين له بمحبة حقيقة. وأشرف مبروك، ألف مبروك.
الفوز تستاهلون الفرحه. الحمد لله انا كنت قاعد احاتي صوتك اقول شيء كله على صوت اشرف كويس ولا لا والله كان يوم رائع بكل معنى الكلمه، واشكر الاخ الغالي نور الدين امربط انه وافق يجينا البرنامج دون تردد، قال لي انا نجي معاك بكل فرح وسعيد بالتواجد معكم كلكم، لكن اليوم يوم تاريخي. يعني انت جبت لي نور ولكن في نفس الوقت ما تركت سفيان الا وتاكدت انه هو بخير ولله الحمد. طبعا. إليكم الصورة، سفيان أمربط أحد أبطال المنتخب المغربي. سفيان ثانك يو فيري ماتش. شكرا لك. كيف تشعر بعد هذه الليلة المميزة؟ قبل كل شيء أنا تعبان، لكن الحمد لله ما أحرزناه اليوم أمر رائع للغاية، وأنا سعيد جدا لأن نمنح الناس هذا حلم تمكنا من تحقيقه، وأن نتأهل إلى نصف النهائي في كأس العالم. هل توقعت أن تصل إلى هذه المرحلة مع المغرب؟ لأكون صادقا معك، علمت بأن لدينا فريقا رائعا، وأعتقد بأن في الحياة علينا أن ننظر إلى ما هو بعيد، وأن ننظر إلى المباراة كل مباراة على حدة، وعندما نبلغ لهذه المراحل النهائية يمكننا أن نشعر بما حققنا. شكرا لك. شكرا. هذه خارج الكاميرا. لا هذه مشاعرك، ما في شيء اسمه خارج الكاميرا. بالعكس. معلش سؤال، انتم نفس الستايل قصة ولا ايش؟ هو أنا في ظهير هو، لكن أنا نلعب لا ستايل الشعر. حل وليد حل. نفس الحلاق. من عنده سؤال يا شباب؟ طارق تفضل. اهلا وسهلا فيكم، منورنا ومنور المجلس، سعيدين بتواجدك معنا والف مبروك الفوز. مشاعرك الان اتجاه هذا المنتخب، هل كنت تتمنى ان تتواجد بهذا الانجاز التاريخي، تتواجد مع اللاعبين؟ بالطبع. اليوم في الملعب لقد كان حلما لي أن أدخل إلى الملعب، لأنني رأيت كانت المباراة رائعة، وكانت مواجهة واحد ضد واحد، وكنت أشعر بأنني سأحرز شيئا. والمواجهة ضد غوريرو الظهير الخلفي لقد رأيته في الملعب، قلت له وليد هل أستطيع الدخول، لكني كنت على اللائحة، ولكن الحمد لله لا أزال في لياقتي، وأنا في 35 والناس تتابعني. وهذا الموسم رأست النادي في الGPS كم ركضت وكم كانت سرعتي، ورأوا بأنني لا أزال أتمتع باللياقة، وقالوا لي قم بما هو موكل إليك وسنراك بعد كأس العالم. بالنسبة للفريق الوطني أنا دائما جاهز للمساعدة إذا احتاجوني، وإذا لم أكن ألعب معهم فأنا من أشد المعجبين. تفضل. حبيبي. بس عفوا هو لابس علم المغرب. اي شايفه هو شايف. خالد بسأله يعني هي الفرحه حق الوطن العربي، الامه الاسلاميه كلها، مو بس حق المغرب. المغرب صدق فرحونا، خلوا كل بيت عربي سعيد، زرعوا الفرحه حق العرب والامه الاسلاميه. شعوره خالد لما يسالون عن اخوه انه افضل محور في البطوله، يعني كل العالم يتكلم الان العين على اخوه انه افضل محور في البطوله. شنو الشعور اللي يحس فيه هو الحين؟ قبل كل شيء الحمد لله نحن شقيقان مسلمان، وكل مرة الجزائر تلعب سواء في كأس العالم أو السعودية أو قطر نحن ندعم بعضنا، نحن أشقاء الحمد لله. وفيما يتعلق بشقيقي أنا فخور به، لقد تطور بطريقة رائعة خلال السنوات القليلة الماضية، ويمكنك أن ترى بأنه على قمة مستواه في العالم، ويجعلني فخور به. وهو في فرنسا سألوني عن باريس سان جيرمان، وقلت لهم حسنا بالنسبة لي إذا كنت مالك أو سأشتريه لو كنت مالك النادي، لكنهم لديهم لاعبين أيضا جيدون هناك، وأخي أفضل. وقلت لهم إذا كنت ستفوزون إذا اخترتم أخي، إذا ما نظرنا يمكنك أن تتصلوا معي أو بأخي. زين أنت لاعب مهاري، يعني كنا متابعينك وكنت مونسنا لما نشوفك تلعب، ما لعب ضد أخوك طقك في الحارة بالفريج شيء، لأنه هو لاعب قوي.
أنا فخور به. على سبيل المثال ضد كرواتيا كانت هناك عرقلة في هذا أمر يجعلني فخور. إن موقعه عندما يوقف هجمة هو يساعد في إحراز الهدف، وعندما تكون مساعدا أو تحرز أو تأخذ الكرة وكأننا أحرزنا هدفا. أنا سعيد لأجله وأطلب أن يكمل هذا المشوار. وضد فرنسا هي مباراة نصف نهائية ستكون صعبة، والآن سنعود إلى الفندق وسنقوم ببعض السباح لإراحة أعصابنا. المباراة ستكون صعبة، نلعب كل 3 أيام، ستكون مباراة صعبة. الله يعيننا، ويجب أن نكون جاهزين للمواجهة القادمة. لك تحية من جماهير نادي النصر العالمي في السعودية، ويسمونك الجنرال مرابط، يقول لك مبروك الفوز، تهنئة خاصة لكم من الجمهور لك والإخوانك والفريق كامل يعني المنتخب. أود أن أقول لكم شكرا جزيلا، أحب أعود قريبا إن شاء الله. وأود أن يرسلون رسائل ويريدون الحصول على توقيع شقيقي في المستقبل القريب إن شاء الله. عفوا، قلت ستعود إلى النصر مرة أخرى؟ أنت قلت سأعود قريبا. سأعود لأراهم، لزيارتهم. يستاهلون يحبونك بشكل كبير، وأنا أحبهم. لك تجربة رائعة معاهم. نعم بالطبع، 3 سنوات معهم، وقد كانت أوقات رائعة بالفعل. فزنا بدوري واحد وكأسي سوبر، ونحن نستحق أن نفوز أكثر، لكن كانت أوقات رائعة، شعرت بالسعادة حقا. السعودية بلد رائع، وأجواء التنافسية فيه عالية، والشعب رائع للغاية. وسأذهب للمدينة ومكة، إنه مكان خاص وهو بلد خاص. السعودية أنت تستاهل، والسعودية تستاهل، ونادي النصر يستحق الخير. أرجع معكم مع أشرف. تفضل أشرف، بس هناك.